السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بلح الشام بقى بدون بيض. تعالوا اقول لكم على المقادير. جبت كوبايتين من الدقيق وربع كوبايه من النشا وذره ملح وكيس فانيليا. قلب كده المكونات. بصوا المكونات بسيطه جدا، اقتصاديه، مش مكلفه، مفيش بيض، مفيش اي حاجات مكلفه خالص. وكنت على البوتاجاز بغلي كوبايتين وربع من الميه وعليها معلقتين زيت وهحط معلقه سكر. الميه زي ما انتوا شايفين بتغلي، هنزل فيها بقى بالمكونات الجافه وابتدي اقلب لحد ما الم الدقيق كله واطلع الرطوبه، كل يعني ريحه الدقيق خالص كده تطلع. بعد كده هكون طفيت النار وانا واقفه كده يعني بقلب فيها كده. طفيت بس ببتدي اقلب برضو، اتاكد ان مفيش اي دقيق، كل العجينه اتلمت. هحطها بقى في بوله واسيبها تهدى شويه، قد ربع ساعه كده، 10 دقايق ربع ساعه. سيبها تهدى وبعد كده هي بعد ما يعني هديت شويه، كنت جايبه قمع. لو ما عندكيش قمع، جيبي البلبله اللي هي بتاعه القمع وابتدي حطي واضغطي. انا هعمله النهارده ميني، هيبقى تحفه جدا يا جماعه، وطعمه لذيذ جدا. اهي بقص بالمقص ولا بحطه في زيت ولا اي حاجه، بيتقطع بسهوله. سهل جدا وسريع. هبتدي بقى هقطع في طبق وبعد كده ايه، هقليه كله مع بعض. طبعا مش هنقليه غير في زيت سخن. كنت مسخنه الزيت. اول ما هحطه عملت كميه حلوه. اول ما هحطه هوطي النار خالص. هبتدي اسويه كده على نار هاديه. يعني احنا نزلنا الاول في زيت سخن، عكس بقى اللي هو زمان كنا نحطه في زيت بارد ونعلي وكده. لا، ده هننزل في زيت سخن. اول ما ينزل في الزيت هنروح نوطي عليه، نسيبه بقى ياخد ويدي مع بعض كده لحد ما يستوي معاكي. بيطلع كده مقرمش ولذيذ. لا هنطلعه من زيت ولا اي حاجه غير لما يكون اخد اللون الذهبي اللي احنا بنحبه. ابتدي اقلب كده. شويه بشويه، يعني كده هو يعتبر خلاص، قرب يدخل في اللون بتاعه. ابتدي اقلب كده عشان اللي هو اللون يتوزع في كل في القطع كلها. كده انا اللون ده عاجبني يعني. وبطلعه على منديل مطبخ الاول وبعد كده احط عليه السيرب التقيل. كوبايتين من السكر عليها كوباية مية وعصرة نص ليمونة ومعلقة عسل نحل او معلقة سكر جلوكوز. بياخد كام غلوة. انا عملته قبل ما ابتدي في طبعا كلنا عارفين السيرب بيتعمل ازاي، سهل جدا. عملته قبل ما ابتدي اصلا في العجينة عشان يهدى ويبرد ويكون تقيل. كل ما سبتيه يهدى وسبتيه كمان في التلاجة شوية هتلاقيه تقل. بعد ما طلعت بقى برضو هتكون النار طبعا سخنة، فابتدي انزل وهدي النار خالص. طبعا الكمية دي طلعت معايا كمية كبيرة جدا. بحط كده وهو اصلا اول ما بيستوي الكمية تحسيها بتكمش كده شوية، بس هو حلو جدا ولذيذ وشكله حلو. الميني ده تاخدي واحدة كده بدل من اللي هو تحسي ان انت بتاكلي كذا واحدة في وقت واحد وطعمها لذيذ. جربوها وحلوة جدا على فكرة. شايفين يعني سهلة وسريعة، مخدش معايا وقت خالص.
لا فيها بيض ولا فيها اي مكلف، اي حاجات مكلفة خالص. زي ما سوينا اللي قبل كده اهو. بعد ما طلع بقى انا كنت حطيته في زي ما قلت لكم، حطيت عليه السيرة بعد ما نشفته بمناديل المطبخ الاول. حطيت السيرة وبعد كده انا بحبه جدا بجوز الهند، بحب ارش عليه جوز هند كده وبحب اكله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وعجبكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان ان شاء الله تلاقوا فيديوهات تاني. واستنوني ان شاء الله اعمل معاكم فيديوهات كتير باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.